السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم شهوات سعاد المراكشيه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه نتوما والعائله ديالكم. اليوم غادي نقدم لكم شاورما بالدجاج، طريقه مبسطه للمايونيز والكيتشوب. نبداو على بركه الله بالشاورما. ندوزو للمقادير. انا عندي هنا 750 غرام ديال شرائح صدر الدجاج، نتوما انا مقطعه على هذا الشكل الطولي. وعندي 2 علب ياغورت طبيعي من وزن 110 غرام، اللي عنده المطارد يعوضوا ب2 معالق ديال المطارد. وعندي شويه ديال زيت الزيتون و2 فصوص ديال الثوم كبار حتى ل3 محكوكين، اللي عنده البودره يديرها. وعندي 1.5 معلقه كبيره ديال القوام ديال الشاورما، اللي المكونات ديالو بساط، اللي ما باش يشري هكا جاهز يصاوبوا في الدار. المهم كنديروا فيه 1 معلقه ديال القزبر يابس ومعلقه ديال الكمونه وشويه ديال حبه الهيل، راس معلقه مع راس معلقه ديال القرنفل وشويه ديال الخرقوم والتحميره والابزار والسكينجبير. كنخلطوهم وتنخليوهم هكا في قريعه عندنا، وقت اللي بغينا نحتاجوهم نديروا الشاورما كنهزو منهم. المهم انا عندي هنا 1.5 معلقه، معلقه كبيره ونص. عندي هنايا عصير ديال الحامضه كبيره، وعندي القياس ديال الملح تيبقى على حسب الذوق البنات. دوزو نرقدو الدجاج ديالنا. هاد الدجاج البنات خصو يرقد لينا واحد 3 السوايع باش ما ترقد تيجي زوين. الا كان كاع بيت من الافضل يبات هكا تيتشرب القوام ديالو تيجي زوين. نديرو الياغورت ديالنا هو الاول. نضيف العلبه الثانيه كما قلت لكم البنات، اللي عنده لا موطارد يديرها كتجي زوينه بلا موطارد. نضيف الحامض، نضيف الثوم، التوابل والملحه. صافي نخلط ندمج هاد العناصر كامله. صافي نضيف هاد القطع ديال الدجاج ونخليوهم يتشربوا لينا كما قلت لكم. خليوهم يتشربوا على الاقل واحد 3 السوايع. صافي نديروا عليهم واحد شويه ديال الزيت من الفوق، نخليوهم كي قلت لكم 3 ديال السوايع. صافي ونرجعوا باش نكملوا طريقه التحضير. من بعد البنات ما خلينا الدجاج ديالنا يتشرب القوام ديالو كما قلت لكم، نخليوه 3 السوايع على الاقل. ندوزو باش نقادو الكيتشوب. انا درت هنايا ندير القياس ديال نص كيلو ديال الطماطم، قطعتها هكا، من الاحسن تكون حمراء، قطعتها شرائح. نص كيلو قلت لكم ديال المطيشه. عندي نص كاس ديال الماء، وعندي معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال النشا او المايزينا، و2 معالق ديال سنيده، و2 معالق ديال الخل، و2 ضريصات ديال الثومه صغيورين. انا عندي صغار، نديروا واحد يكفي. صافي غادي ناخذوا هاد المطيشه هذه، غادي نضيف عليها في المرحله الاولى نضيف عليها هاد الثومه والملحه
وهاد نص كاس ديال الماء ونردها على نار مهيله حتى طيب ليا مطيشه مزيان. عاد نرجعوا باش نضيفوا العناصر الاخرى. ها مطيشه البنات من بعد ما طابت لينا نتوما كتشوفوا الشكل ديالها. صافي غادي نهبطها باش نطحنها. من بعد ما هبطنا البنات مطيشه من فوق البوطه غندوز نميكسيها. ديروها في الطحانه الكهربائيه ولا الا عندكم هذا احسن. من بعد ما طحنا البنات نتوما كتشوفوا ندوزو باش نصفيوها. نجيبو شي صفايه بحال هكا صافي نديروها فيها. صافي نصفيوها مزيان باش تبقى لينا ديك القشره هي والزريعه الفوق. صافي البنات ها هي تصفات لينا نتوما شفتوا. صافي من بعد غادي نزيدها تحميره مسانده. صافي هاد شويه ديال الخل نديروه مع الماء اللي عندنا ونديرو فيه هاد المعلقه ديال النشا. صافي ونحركوها مزيان. صافي نضيفوها عليها ونردو الكل الفوق بالعافيه حتى يعقد لينا مطيشه وندوزو باش نشوفوا الشكل ديالها. ها الكيتشوب ديالنا البنات وجدات نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي عاقد. المهم كما قلت لكم كتقام دغيا وماشي بشي حاجه وحسن من اللي كنشريو من على برا ما فيها لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه اللي هي كيماويه. بارك عليها. غنهبطوها دابا. المهم كما قلت لكم البنات ها هو الشكل ديال الكيتشوب ديالنا دغيا كيوجد لينا في دقائق معدوده ما كناخذلناش بزاف ديال الوقت. وكما قلت لكم عارفين شنو فيه بدون مواد حافظه بدون اضافات. ندوزو دابا باش نوجد معكم واحد المايونيز دغيا سريع حتى هو. كما قلت لكم البنات غادي نصايبوا واحد المايونيز اللي تيوجد في فرنشتين. كاس ونص ديال العنبه درتيه الزيت النباتيه بوحدها وعندي 2 بيضات وعندي فص ديال الثوم مطحون وعندي حامضه كبيره معصوره وعندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. غادي نجيبو فاش غادي نطحنوه. نحرص البيض انا غادي نضيف العناصر كما قلت لكم مره واحده ما تخافوش منه البنات راه دغيا كيطلع. نضيف الملح والبزار نضيف الزيت دفعه واحده. كاين اللي تيقول لك لا الا ضفتي الزيت في مره واحده راه ما كيطلعش المايونيز. لا انا مجربه البنات بهذه الطريقه دغيا كيوجد. صافي وندير الحامض عصيره الحامض اللي عندي. صافي ونميكسي كلشي مره واحده. هانتوما كما شفتوا البنات ها هو الشكل ديالو. شفتوه عاقد هانتوما شفتوا. نزيدو شويه صافي. صافي نزولو هذا الميكسور
نتوما شوفوا معايا الشكل ديالو البنات كيفاش كيجي. نتوما شفتوا صافي نديرو هنا. هانتوما البنات الشكل ديالو كما قلت لكم كيجي عاقد وزوين وكيتقام دغيا دغيا، ما كياخذش معنا لا المقادير بزاف ولا الوقت. ندوزو باش نبداو في الشاورما ديالنا. من بعد ما تشرب لينا الدجاج القوام ندوز نشعل البوطه باش نبدا فيه. من بعد البنات ما الصدر شرب لينا القوام ديالو، تشرب القوام ديالو، يعني درتو في واحد المقله ورديتو باش يتشحر ليا. كاين اللي غيدير ليا الفران، حتى بالفران كتجي زوينه. المهم انا درت المقله صافي نقليه مزيان، خليته يتقلى ونرجعو باش نشوفوا الشكل ديالو. صافي البنات من بعد ما تقلى لينا الدجاج هانتوما كتشوفوا بركه غادي نطفي عليه نهبطو وندوزو باش نشوفوا المقادير الاخرى اللي خصاتنا باش نعمروها. من بعد البنات ما تشحر لينا الدجاج ديالنا ندوز نشوفوا المقادير الاخرين باش غادي نعمروا هاد الشاورما. المهم انا عندي الخبز ديال الشاورما هذا شريته جاهز، لقيت فيه بروموسيون. المهم مره اخرى ونحضر معكم الطريقه ديال العيش سهله، هي ما كيتقامش علينا بزاف. المهم دغيا كيتقاد في الدار. المهم عندي بصله هنايا رقيقه هكا مقطع رقيق، وعندي الخس، وعندي شويه ديال المطيشه حتى هو مقطع رقيق، وعندي شرائح ديال الفرماج هكا قطعته على شكل طولي على جوج، وشويه ديال الكيتشوب اللي حضرت معكم مع المايونيز. المهم عندي هنا شويه ديال المايونيز، غادي نزيد عليه شويه ديال الكيتشوب باش غادي ندهنوا العيش ديالنا. نخلطهم هكا، نزيد شويه صافي. ناخذ العيش ديالنا نقطعو صافي، ناخذوه بحال هكا. ندهنو شويه هكا بالخليط ديال المايونيز والكيتشوب صافي نسرحوه. تيبقى على حسب الذوق البنات، كاين اللي ما تيبغيش المذاق ديال الكيتشوب، نكتفي بالمايونيز. ندير الشرائح ديال الجبن نديرهم هكا الوسط. هكا صافي. ندير شويه ديال الدجاج نسرحوه هكا شكل طولي. نديرو شويه ديال البصله تكون شرائح رقيقه، كاين اللي كيصوتيها شويه في الزيت اللي ما تيبغيش المذاق ديالها هكا مجهد. صافي نديرو شويه ديال المطيشه هي الاولى، صافي نديرو الخس، ندير شويه ديال المايونيز البنات من الفوق، صافي ونجمعها نتوما هكا.
هانتوما الشكل ديالها غير هكا. غادي نساعد انا بهاد لي كوردون ديال السنينات هكا، هي بلي ما نعمرهم كاملين باش ملي نجي نبدا نبريسي فيهم ما يتحلوش ليا. غير هكا ونحطو جانبا. هانتوما شفتوا الشكل ديالها. من بعد البنات ما سخنات لينا الاله ديال البانيني، غندوزو نحطوه فيها يتحمر. نخليوه يذهب لينا اللوين ديالو يتحمر صافي، ما غياخذش معنا الوقت بزاف. صافي البنات نشوفوها دابا صافي، ها هي تحمر لينا الشاورما ديالنا. نتوما شفتوا الشكل ديالها تحمرات من الجهات بجوج. نعاودو نديرو واحده اخرى. صافي نستمروا على هذه الطريقه حتى نحمروهم كاملين وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذه هي الشاورما ديالنا البنات بعد ما كملناها في التحمار. نتوما كيفاش كتجي الشكل ديالها، كتجي مقرمله وبنينه وكتقام علينا رخيصه، رخص من اللي شريناها من على برا. درتها انا مرفوقه بالكيتشوب والمايونيز اللي صاوبت معكم. المهم هذا هو الشكل ديالها هكا على شكل طبق فردي.